السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء. للاول مره يشوفني وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايه لكم بالترند اللي طالع فطيره ست كريمه، وهي في الاصل زمان كانت فطيره احمد امين، بس طبعا دلعناها شويه وطورنا فيها شويه فبقت فطيره ست كريمه. هنبقى شايفين بقى المنظر بجد خطير وطعمها حلوة جدا، وحتى لما بتقعد في البيت وفي التلاجة طعمها بيبقى أحلى وأحلى. طبعا أنا من عاشقة المانجا. أول حاجة هنعمل الحشوة بتاعتنا اللي هي الكريمة القشطة، عبارة عن 4 كوبايات من اللبن. هنحط عليهم 4 معالق كبار من السكر البودرة، على معلقتين كبار من الكريم شانتيه، على 5 معالق كبار هرمية من النشا. هنحط معلقة من الكريمة اللباني ومعلقة من الباستري كريم وعلبة من القشطة. الحاجات دي كلها لو مش عندنا مش هنوقف نفسنا. أساسها إن إحنا علبة القشطة ومعلقتين الكريم شانتيه وكمان السكر والنشا. تمام. الحاجات التانية لو مش متوفرة ما نحطهاش. أولا أنا دوبتهم الأول على النار على البارد، وبعد كده خدتهم على النار لما وصلوا معايا للسمك كده. هبدأ أحطهم بقى في حاجة باردة وأغطي الوش بتاعها وأسيبها كده لمدة ساعة ولا حاجة لما تبدأ تبرد بس. هجيب الكريم شانتيه بتاعي، هحط كوبايتين ونص من الكريم شانتيه، هحط عليهم 6 معالق كبار من السكر البودرة مليانين هرمي كده، وهبدأ أخفقهم كويس لما وعليهم كوبايتين من المَيّة. هاسيبهم لما يدّوني السمك اللي أنتم شفتوه، وخلاص كده هاسيبهم على جنب في التلاجة. هابدأ بقى أجيب الجلاش بتاعي والقشطة بتاعتي، طبعًا غطيتها وبردت معايا. هاجيب ورقتين الأول من الجلاش، ورقتين على بعض، وهابدأ أحط فيها كده الكريمة بتاعتي بتاعة القشطة، وهاحطها. بجد خطيرة، خطيرة. هابدأ أتني الورق عليها كده، هاجيب بس رشة خفيفة من السمن وأدهن الوش. طبعًا من جوّه ما تدهنيهاش، لو دهنتيها من جوّه هتفرقع معاكِ. وخلاص كده عملتها أهي زي المربع. هابدأ أحطها بقى كده على جنب علشان أعمل الطبقات التانية. إحنا هنستخدم 4 ورقات غير الورقتين اللي أنا حطيتهم، وممكن كمان هاوريكم حاجة تانية ممكن نزود ورقة كمان. شايفين بقى هنا هاخد كده بقية الورق هاحطه. هنا بقى أنا في الخطوة دي هاوريكم طريقتين. حطيت ورقتين الأول على بعض ودهنت الورقة سمنة كويس جدًا، هتسمّع للورقة اللي تحتيها سمنة. تمام. هاوريكم الطريقتين اللي هُم بيتعملوا فيها. دهنتها بُصّوا سمنة كويس جدًا. أنا هنا حاطة سمنة عادية على سمنة بلدي وسيّحتهم وبادهن. وبعد كده هاقوم تانية الورق ده عليها وهندهن سمنة. المرحلة دي بقى لازم بندهن الورق كله سمن كويس. أساسها سمن كويس عشان تحسيها متورقة معاكي وخطيرة. كل طبقة هتعمليها هتدهني سمن. خلاص كده عملت الورقتين التانيين اهم. هبدأ بقى الصينية بتاعتي عشان أجهزها، عشان لما أعمل الورقة التانية دي هقوم حاطة فيها، هدهن الصينية سمنة كويس. بس بقى كده خلاص هنحط بقى الورقتين الأخرانيين. يعني إحنا بتاخد كده أول طريقة معانا 6 ورقات وهندهنها، بس أهم حاجة زي ما باقول لكم وهاعيد تاني، نحط سمن كويس جدًا. أقوم حاطة بقى الطبق الوش اللي أنا ما دهنتوش، هو هياخد سمنة من الطبقة اللي تحتيها، الورقة اللي تحتيها، وأدهن سمن كويس الأطراف بعد ما تنيتها، وأبدأ أتني برضه كده وأحط سمن كويس. أجيب بقى الصاج بتاعي وأبدأ أحط الفطيرة بتاعتي فيه، وأقوم دهنة وشها حلو أوي. تمام. هابدأ أوريكم بقى الطريقة التانية. هاعمل هنا اللي هنحط الأول الكريمة زي ما وريتكم هنعملها. نحط طبقة من الكريمة بتاعتنا، كريمة القشطة الجميلة الخطيرة دي، ونبدأ إن إحنا نتني الورق بتاعنا، وبادهن بس سمنة خفيف كده عشان تمسك فيها وخلاص. بعد كده بقى هاجيب الورقة الأولانية وهادهنها كويس جدًا، وزي ما أنتم شايفين بادهن كده الأحرف برضه علشان ما تبقاش ناشفة. هاحط بقى الورقة التانية واضبطها كويس كده مفرودين على بعض عشان ما تبقاش في حاجة مكرمشة، وأبدأ أدهنها كويس. وهافضل أعمل الخطوات دي كده لحد الورقة الرابعة. أحط تالت ورقة وبرضه أدهن كويس. طبعًا هنا الورق بتاعي بقى مدهون كويس جدًا. أنا هنا خلّصت أول لفة وباوريكم إن أنا هاطلّع تاني لفة أهو. أنا الجلاش النهارده ال5 فطائر هياخدوا معايا لفتين من الجلاش. حطيت الورقة بقى الرابعة وهابدأ أدهنها كده كويس جدًا. وهاجيب بقى هنا ورقة من الفطيرة، من الجلاش عفوًا، ورقة فاضية الأول هاتنيها نُصّين، وأقوم جايبة الفطيرة بتاعتي أحطها كده فيها، وبعد كده أقوم تانية الجلاش بتاعي وأبدأ أدهن سمن. أهم حاجة خطوات السمن بتاعتِك، بس أهم حاجة سمن ما يتحطش على الفطيرة اللي هي فيها المهلبية أو كريمة القشطة بتاعتنا.
تمام، شايفين الطريقة دي بتبقى حلوة. لو أنتِ مش متحكمة دخّلتها بقى الفرن هنا ولحد ما الوش اتحمّر ما باقلبهاش، باروح مولّع على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 أو 220 لحد ما الوش يتحمّر، باطلّعها تهدى شوية وأكون عاملة شربات عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية ونُص مَيّة، ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. الجلاش بتاعي سِبته يهدى شوية وبعد كده سقيته الشربات، ما سقيتوش وهو سُخن، تمام. هنا بقى قطّعتها الأول قبل ما أزيّنها، باقطّعها ل4 كده عشان كل واحد ياخد القطعة، شايفين باورّيكم جوّه كريمة القشطة خطيرة. هنعمل كده أول واحدة بالسكر البودر وهنعملها بالمكسرات. حطينا هنا السكر البودرة وحطيت شوية من جوز الهند وحطينا كمان شوية من الزبيب. أنا هنا هاوريكم إيه جوز الهند، إن أنا عشان الكاميرا ما كانتش مفتوحة وأنا باحطه. وبعد كده هانزل بقى شوية من البندق، شوية من اللوز، شوية من الفستق. عندك فول سوداني حطي، يعني اللي مش موجود عندك ما تحطيهوش. ممكن نعملها بشوية زبيب وشوية السكر والجوز الهند وخلاص. هنحط لنا هنا بقى شوية من زبدة اللوتس وشوية من النوتيلا عشان نزين بيها وخلاص. هنا بقى هاعمل بالكريم شانتيه زي ما إحنا قلنا في الأول عملناه إزاي. هنزوّق بالطريقة دي. ومعايا هنا قطعة من المانجا، والمانجا متوفرة دلوقتي في السوق. أنا بقى من عاشقة الجلاشة دي، الفطيرة دي بالمانجا خطيرة، أحلى طعم بالنسبة لي، هي وأم سكر. تمام بقى. يعني بُص هنا عملت واحدة برضه بالكريمة وبالمكسرات وبرضه عليها نوتيلا وزبدة لوتس. وهنا هنعمل واحدة تانية برضه بقى اللي هي الأخيرة الخامسة. هنعملها بالكريم شانتيه وشوية من السكر زي في عند كنافة وبسبوسة. وهنحط بقى آخر حبة كانوا متبقيين عندي من زبدة اللوتس وشوية من المكسرات برضه. بُصّوا يعني الفطيرة دي بقى إيه أخدت الأواخر في كل حاجة. تمام. يا رب الفيديو النهارده عجبكم الفيديو لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. وقولوا لي رأيكم إيه النهارده في الفطيرة بتاعتنا. وكمان لو في أي استفسارات أو في حاجة مش واضحة في الفيديو اكتبوا لي في التعليقات وهارد عليكم فورًا. أسيبكم وأقول لكم مع السلامة.